فبيقول له يمكن ايه خلي السمك يتعلم ما دام اللي زينا مش عارف يتعلم. ياه، كلمة اه تقيلة قوي. والله. مشهده وهو لما اتطرد من المدرسة وهو بيضطر يرمي الكتب بتاعته، كان في واحد صاحبه اللي هو الزميل العزيز يعني اللي كان بيصور معايا، عمرو محمد علي، يا رب ربنا يديه الصحة. عمرو بالمناسبة اللي هو كان عامل عادل سليم البدري في ليالي الحلمية، وعمل معايا في الوجه الآخر مع أستاذ إسماعيل عبد الحافظ برضه سنة يمكن 78 لا 87. سنة 87 عمل معايا في الوجه الآخر. فكان عمرو دايما صديق طفولة. كنت كان الأستاذ اسماعيل عبد الحافظ دايما يجيبني أنا وعمرو، جابني أنا وعمرو في الوجه الآخر، وجابني أنا وعمرو في ليالي الحلمية، وجابني أنا وعمرو في الوسية. كنا دايما الصحاب يعني. كان بقى في المشهد واحنا قاعدين على الترعة وهو مروحين يعني ومطردنا من المدرسة، وعمرو ده اللي هو أحمد عامل كاركتر اسمه أحمد بيرمي الكتب بتاعته في الترعة، فبيقول له ارمي يا خليل، يعني ارمي خلاص ارمي الحلم خلاص الحلم الحلم اللي انتهى احنا انتهى. فخليل ما بيرضاش يرميها وبيقول له يمكن. فبيقول له يمكن ايه خلي السمك يتعلم ما دام اللي زينا مش عارف يتعلم. ياه، كلمة اه تقيلة قوي. والله. بس بقى فعلا خليل ما رماش كتبه وكمل رحلته بطريقة تانية بعدين مختلفة. يعني.